اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده معانا فيديو الكوليكشن هنشوفه مع بعض كده. زي ما هو واضح معانا الكوليكشن جامد جدا من 3 ولعات. ويلا بقى لو عجبك الفيديو من البدايه كده ما تنساش تكون مشترك في القناه وتدينا اللايك الجامد، وتعالوا نشوف مع بعض ايه الكوليكشن اللي عندنا. مبدئيا كده معانا ولاعه ديبو، زي ما الناس بتحب ان هي تقتني النوع ده من الولاعات اللي هي بتكون بترسم للجنب وتصميمها جامد جدا ورايق قوي وتقيله في الايد. ولاعه ديبو زي ما احنا شايفين. نسمع بقى صوت الرنه كده. الولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. ومكان زياده الشعله وتقليلها من المكان ده كده، هنلاقي ده كده مكان زياده الشعله وتقليلها. نفتح كده ونزود الشعله بشكل. الولاعه شغاله وبكفاءه تامه. وهنا المكان التاني ده كده ده مكان الملو بتاعها. زي ما واضح كده بالنسبه لنا الولاعه بتصميم شيك وانيق وحاله خارجيه جميله وممتازه، لون فضي في اسود جميل جدا. تعالوا ننتقل مع بعض لتاني واحده من الولاعات، ولاعه فرنساوي برضو، ولاعه ووترمان فرنساوي. ولاعه من الولاعات الشيك اوي برضو، تصميمها جامد جدا جدا جدا. هي الولاعه طبعا يا جماعه لازم نكون عارفين ان ليها تصميم مختلف عن الديبو شويه. مكان الملو بتاعها من المكان ده بتحتاج لبلف مخصص بسن رفيع كده موجود في الانبوبه. ميدين فرنسا زي ما هو واضح بالنسبه لنا. ووترمان باريس ده مكان زياده الشعله وتقليلها. وهي كمان ليها مكان تاني من عند الفتحه بتاعه التعليق والتوطيه بتاعتها دي، تقدر ان انت تتحكم فيها تقللها او تزودها الشعله بتاعتها. طيب احنا كده عرفنا الشكلين. تعالوا نشوف الفرق كده في الحجم ما بينهم. لو حطينا الولاعه الديبو على الولاعه الوترمان هنشوف فعلا الحجم والفرق ما بينهم، ولكن برضو السمك يختلف ما بين الولاعه الديبو والولاعه الوترمان. زي ما هو واضح كده بالنسبه لنا في سمك مختلف وفي كمان حجم مختلف ما بين الولاعتين. كل واحد بيفضل نوع من الانواع، ولكن هحب اقول لك ان الاتنين وزنهم تقيل. تمام. دي هي واخده طلة دهب، فعشان كده الشكل بتاعها طبعا مختلف. دي هي البلاتين بتاعها اللي هو الفضي ده زي ما هو واضح بالنسبه لنا، حالته الخارجيه جميله جدا وممتازه. في ناس بتحب اللون الفضي، في ناس بتحب اللون الذهبي. بعد كده هننتقل مع بعض لتالت ولاعه هنشوفها معانا. وهتقول لي الولاعه دي يعني شكلها غريب كده ومختلف، ايه اللي مخليك مهتم بيها الولاعه دي يا منجز؟ اقول لك ان الولاعه دي من تصميم شركه عربيات مشهوره جدا كلنا عارفينها، من تصميم بورش للعربيات. ولاعة بصراحة شكلها يعني مختلف عن باقي الولاعات اللي ممكن تشوفها. والولاعة دي هي صناعة ألمانيا يا جماعة. مكان الملو بتاعها سهل جدا من المكان ده كده مكان الملو، وده مكان زيادة الشعلة وتقليلها. وطبعا زي ما احنا شايفين الولاعة دي تقريبا سعرها حوالي 140 دولار حاجة كده. بس النهاردة منجز يعني قدر ان هو يجيبها بشكل ما وبيفرجها لكم كده. هو نخلينا نتابع مع بعض باقي الكوليكشن. لو ما كنتش لسه مشترك في القناة، فعل زرار الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.